السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الفول لوب، وقلنا ان الفول لوب دي نوع من انواع الايه؟ اللوب، اللي هي بتمكنني اللوب بشكل عام، بتمكنني ان انا اكرر الكود بتاعي عدد مرات معين من التكرارات. طيب، ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن تاني نوع عندنا في اللوب، الا وهو الهوايل لوب. احنا اتكلمنا عن الفول لوب، ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن مين؟ عن الهوايل لوب. جميل جدا. الوايل لوب فكرتها نفس فكرة الفول لوب، إن هي بتكرر ال- الكود أو بتكرر الأمر اللي أنت هتقولها عدد معين من المرات. جميل، جميل جدا. ولكن في فرق جوهري بين الاتنين، وإلا لو ما كانش فيه الفرق ده كانوا الاتنين نفس الغلط. تمام؟ طب إيه هو الفرق الجوهري ده؟ بص يا سيدي، أنت لو فاكر لما كنت كلمتك في الفول لوب وقلت لك ان انت في الفول لوب بتكرر الكود عدد مرات معين انت بتحدده. خلي بالك من كلمة انت بتحدده دي، لان هي اصلا دي الخلاصة. انت بتحدده. يعني ايه؟ يعني كنت بقول ان انا عايز اكرر الكود 5 مرات، عايز اكرر الكود 10 مرات، عايز اكرر الكود 20، عايز اكرر الكود 100. انت كشخص بتحدد، او انت كشخص عارف ومعلوم بالنسبة لك عدد مرات التكرار. يبقى تاني في الفول لوب انت بيكون معروف بالنسبة لك عدد مرات التكرار، وكان المثال ده اللي كان معانا لو كنا فاكرين. خلي بالك، انا عارف انا عارف ان علشان الغسيل ينضف او دورة الغسيل دي تتم، انا عارف ان هي هتلف 10 مرات. انا عارف، فبالتالي قلت له لف 10 مرات. وعارف برضه ان مرحلة التشطيف علشان الهدوم تتشطف كويس، عارف ان هي لازم تلف 7 مرات. وعارف ان لما عشان انشف الغسيل، عارف ان هي لازم تلف 5 مرات، وبالتالي بقول له لف 5 مرات. يبقى اذا خلي بالك، انا عارف، يعني عندي معلوم، يعني عارف انا عايز اكرر كم مرة. جميل. طيب، احيانا انت بتكون عايز تكرر الكود، ولكن انت مش عارف تكرره كم مرة. انت مش قادر تحدد الكود ده هيتكرر كم مرة. ما تقدرش تقول انا هكرره 10. مش قادر تحدد وتقول انا هكرره 20. ما عندكش الامكانية، لان الكيس او الحالة اللي قدامك مش سامحة لك ان انت تحدد. فقال لك ده دور مين؟ الهوايل لوب. ده دور مين؟ الهوايل لوب. طيب، تعال نشوف كده المثال اللي قدامنا ده اللي معمول بالفول لوب، هنشوف ازاي نعمله بالهوايل لوب. طيب، الكيس اللي هتبقى معانا في الهوايل لوب، ان انت مش عارف امتى الهدوم بتنضف، وامتى الهدوم تتشطف، وامتى الهدوم مين بتتنشف. انت ما عندكش اي معلومه. ما تعرفش ان هي لازم تلف كم مره علشان تغسل، او كم تلف كم مره علشان تشطف، او كم مره علشان تنشف، وهكذا. عكس اللي فات، انت عارف 5، عارف 10، عارف 7. انما الوقت انت ما انتش عارف. بس انت اللي يهمك في الموضوع ان الهدوم تتغسل، وان الهدوم تتشطف، وان الهدوم تعمل ايه؟ تجفف. يعني انت كأنك بتقول افضل كرر، او افضل لف لغاية لما الهدوم تتغسل، وافضل لف لغاية لما الهدوم تتشطف، وافضل لف لغاية لما الهدوم تعمل ايه؟ تنشف. هل انت عارف عدد اللفات؟ لا، انت الوقت ما انتش عارف. انت اللي يهمك انا هسيب الهدوم في الغسالة وهي براحتها بقى. المهم انا في النهايه اللي يوصل لي، او النتيجه النهائيه، ان الهدوم تتغسل وتتشطف وتتمين وتتجفف. جميل جدا. طيب، تعال نشوف هنعمل ده ازاي بالهوايل لوب. طيب، الهوايل بتقول لك بتاخد الشكل ده. ده هوايل. تمام، جميل. طيب، احنا مش عارفين ان اي لوب،
اي لوب لازم يكون معاها كاونتر. ايوه، طب فين الكاونتر بتاعك؟ جهزه. اقول لك حاضر. هنا هجهز الكاونتر بتاعها، اقول له انت مثلا كاونت عشان ما نتلخبطش بينه وبين التاني ايكوال واحد. جميل، ده الكاونتر بتاعي. تمام، جميل قوي. طيب احنا لما كنا بنجهز الكاونتر كنا بنعمل له ايه؟ بنخليه يزيد، يعني نعمل له انكريمنت كل شويه يزيد بواحد. قال لك ماشي خلاص زود. هاجي هنا في البادي بتاع الوايل هقول له ان الكاونتر ده بلس بلس. جميل. طيب انا عملت بالنسبه لي ده اتعمل مقارنه بالفول لوب الفيديو اللي فات، وده اتعمل لسه ده. طيب علشان نكون عارفين ان اللوب الهوايل دي لازم تاخد هنا ترو او فولس. ليه؟ لان بناء على ترو هتفضل تلف، بناء على فولس هتفضل تلف. طب ما انت ممكن كده يخطر في ذهنك، طب ما انا هنا برضه بعمل نفس الفكره، ما انا بعمل شرط هنا لو ترو هيفضل يلف، لو فولس هيفضل يلف. خليك مدرك انت كاتب كام؟ 10، وبناء على الرقم اللي انت محدده ده الشرط بيحصل. صح؟ يبقى بناء على اللي انت كاتبه الشرط بيحصل. انما انا هنا انا مش عارف اكتب، انا مش عارف اكتب رقم، انا مش قادر اكتب رقم. يبقى اذا ما تتلخبطش بين الاثنين. اه هنا شرط ترو او فولس عشان يلف، وهنا برضو ترو او فولس عشان يلف، ولكن الفرق ان حضرتك هنا انت محدد هو هيبقى فولس امتى، لما يعدي 10. انما انت هنا مش محتاج، لان انت ما تعرفش اصلا انت محتاج كام دوره علشان الهدوم بتاعك تتغسل. افترض فرضا، تعالى ناخد متغير كده نسميه بوليان، وليكن اسمه ايه، وش مثلا. تمام، بيساوي مثلا فولس، او نخليها مثلا واتش خلاص. لا واتش، نديلها قيمه ايه، نديلها قيمه فولس. واتش يعني مثلا هي اتغسلت. تمام، جميل. طيب انا عندي متغير بيقول ان بوليان يعني ترو او فولس، ان الهدوم ايه، مش نظيفه. فولس يعني واتش يعني نظيفه او بتتغسل. لا، او خلينا نقول مثلا كلين، الهدوم نظيفه. تمام، لا ما هيش نظيفه. معنى ان هي مش نظيفه يبقى هو هيفضل يغسل. طب لما تبقى نظيفه اما الكلين دي تبقى ترو، خلاص هيوقف اللف. باجي هنا بخلي بالك انا باجي احط هنا ايه، بقول له ايه، كلين. كلين دي اللي هي ايه، كلين دي اللي هي ايه، قيمتها بكام؟ بفولس. يبقى انا هنا في الهوايل بحط هنا حاجه متغير بيعبر عن ترو او فولس. وتاني اوعى تتلخبط بين اللي تحت، اوعى تتلخبط بينهم. تحت انت كاتب رقم، هل انا هنا كاتب رقم؟ هل انا هنا عارف انا الهدوم بتاعتي هتتغسل بعد الدوره كام؟ لا مانيش عارف. جميل. طيب لو جيت بصيت، لو جيت اول ما حطيت كلمه كلين في الهوايل اللي هي فولس، فجي يقول لك ايه، شوف عمل ده همشه وعمل لك ورنينج. ايه الورنينج ايه؟ الورنينج ده بيعبر عن ايه؟ بقول لك ان انت عامل ان الهوايل الشرط بتاعها فولس، فاذا مستحيل ان هو يخش هنا، مستحيل ان هو يخش هنا. صح؟ اه، ما احنا خلي بالك احنا هنا بناخد ترو او فولس. طب هو بقول لك هو فولس، لو ترو هخش، طب لو فولس مش هخش. انت هنا بتقول له هي فولس، عمره ما هيخش هنا. فلذلك عامل لك هنا ايه، ورن. جميل. طب يا عم الحاج، انا دلوقتي حاليا، تمام، انا الهدوم بتاعتي مين، الهدوم بتاعتي مش مغسوله، يعني مش نظيفه. يعني طول ما هي مش نظيفه انت هتفضل تلف. جميل. طب بص الحركه اللي احنا هنعملها دي واحنا عملناها قبل كده. تعالى نهيج دول كده، مش عايزينهم دلوقتي. شفت الحركه دي؟ الحركه دي بتقول ايه؟ الحركه دي بتقول عكس المتغير او عكس القيمه. انا القيمه عندي بكام؟
اللي هي الكلين بفولس. طب ما جيت قلت له هنا كلين يا فولس صح، طب قلت له عكسها يبقى لا تبقى ترو. يبقى اذا اول ما قلت له ان دي ترو خلاص قام راح جايب لك دي، وبالفعل هينفذ ايه المهمه دي. جميل. جميل. طيب انا دلوقتي هفضل الف لغايه لما الهدوم بتاعتي تبقى ايه نضيفه. يعني هفضل الف لغايه لما الكلين ده يقول لي لا يا عم انا بقيت ترو. اما الكلين ده يبقى ايه ترو. علشان لما يبقى الكلين ترو واجي انا هنا عامل اصلا الكلين عكس الكلين اصبح هي ترو، هي الوقت ترو، فما اقول له عكسها يبقى فولس فيقف. فيعمل ايه فيقف. طيب انا دلوقتي هعمل ايه اقول له برنت مثلا خلينا نقول الغسيل ناخدها من هنا، وخلينا ناخد كده، ناخد الكود ده كده، ما نخليهاش اي باي نخليها ايه يلا. طيب انا هنا بقول له ان انت هتطبع لي عدد مرات مين الدورات، والله في الدوره الاولى الدوره الثانيه الدوره التالتة، لغايه اما ان شاء الله يوصل للدوره المليون. انا اهم حاجه عندي الهدوم ايه تنطر. طيب لو جينا بصينا ولقينا ان عندي المتغير بتاعي اللي هو الكلين فولس، يعني الهدوم مش نظيفه صح. طيب خلي بالك انا قلت لك هنا في الهواي لو هنا ترو هي ايه هيلف. طب لو هنا فولس لا مش هيلف هيطلع بره. طيب انا قلت له هنا كلين، الكلين هنا ايه بفولس، بس انا قلت له عكسها يبقى ايه ترو صح. فبالتالي هيخش يعمل هنا وبعد كده هيزود الكاونتر ايه او يزود العداد بواحد. طيب خلي بالك، عارف انا لو عملت رن دلوقتي انا ممكن الجهاز بتاعي يقف. ليه يقف؟ لانه هيفضل يطبع الى ما لا نهايه. طب ليه هيفضل يطبع الى ما لا نهايه؟ لان انت ما قلتلوش انت هتقف امتى. يعني ايه الكلام ده؟ مش انت بتقول لي اصلا انا الهوايل لوب دي يعني شغلها او مهمتها ان انا لما ما اكونش عارف انا همرر كم هكرر كم مره. قلت لك ايوه، بس انت لازم في وقت من الاوقات لما المهمه اللي انت محتاجها تخلص لازم توقف. طب احنا المهمه بتاعتنا دلوقتي امتى هقف؟ لما الهدوم تنشف، اما الهدوم تتغسل تبقى نظيفه. طب معنى كلمه ان الهدوم نظيفه يبقى لازم الكلين ده يكون ايه ترو. تاني انا عارف ان الهوايل لوب ما بقدرش ان انا احدد عدد لفات او عدد مرات التكرار. جميل. طيب وبالفعل انا بستخدمها عشان مانيش عارف، بس هل ده معناه ان ما يبقاش ليها وقت او ما يبقاش ليها حدود ان هي تقف فيه؟ لا لازم لازم. طيب انت دلوقتي لو في المثال ده قدامي انت الكود ده هيفضل يطبع دورة الغسيل رقم من واحد الى ما لا هيفضل يعمل لغايه اما الجهاز بتاعي يهنج، لان انت ما قلتلوش انت هتقف امتى. طيب مهمتها ايه؟ ان هو ان هفضل اكرر، مهمة الهوايل ان انا هفضل اكرر الدورة او هفضل الف لغاية ما المهمة اللي انت عايزها تخلص. طيب انا حاليا في المثال اللي عندي المهمة بتاعتي، المهمة بتاعتي كام؟ المهمة بتاعتي ايه؟ ان لازم يكون الكلين ده يتحول لمين؟ ايه لترو. علشان لما يبقى ده ترو فينزل للهوايل هيلاقي ان الهوايل دي الكلين هنا ترو، بس انا قلت له عكسها هتبقى فولس. فبالتالي لما تبقى فولس خلاص هيطلع على طول ما عادش ايه وما عادش هينفذ شكرا كده. جميل. طيب انا هتخيل يعني الموضوع ده مجرد تخيل بس، تخيل ان انا مثلا عند مثلا الدوره ال20 هو هيقف
عند مثلا اللفه ال 20 الهدوم هتتغسل هتبقى نظيفه، يعني الكلين ده هتبقى ترو. انا بقول لك تخيل، انا ما اعرفش، بس انا بتخيل معاك عشان نوقف بس البرنامج. اما في حالات تانية انت ما هتتخيلش، انت الواقع هيقول لك، او الكود اللي قدامك او الحاله اللي قدامك انت هتبقى عارف هي هتقف امتى. والله هبقى عارف انها هتقف امتى لما المتغير ده اللي اسمه كلين يبقى ترو. طب ترو ده انت هتعملها بايدك؟ لا، مثلا ترو دي معتمده على حاجه معينه، مش عايزين نخش في تفاصيل دلوقتي ونوسع الدنيا لغايه اما نتمكن اكتر ونخش نشوف الحاجات دي بشكل فعلي في مين، في فلاتر بتاعتنا. ولكن انا زي ما بقول لك دلوقتي انا هتخيل كده، تخيل بس، يعني دي مثلا زي ايه، توقع. بس انا لغايه الان انا ما اعرفش انا اصلا الهدوم ده هتنضف امتى. تمام. نفترض مثلا ان انا عندي الدوره ال20 او اللفه ال20، ال- الهدوم ده هتنضف، فانا هعمل ايه؟ انا عايز اعرف لغايه الدوره ال20، انا عايز اقف عند الدوره ال20 مثلا. طب مين اللي عمال يعد لي؟ الكاونتر. طب انا بعتمد على مين في عمليه اللف؟ على الكاونتر. اذا انا هتشيك وهقول ان لو اف هيبقى تشيك لو، اهو احنا واخدين اف قبل كده، لو الكاونتر ده اهو ايكوال ايه، ايكوال 20، هتعمل ايه؟ هتخلي لي المتغير اللي اسمه كلين ده ايكوال ترو، يعني الهدوم نضفت الحمد لله. يعني كده هدوم نضفت، ومش كده وبس، لازم اعمل كلمه ايه، بريك، علشان اول ما الهدوم توصل ل 20، اول ما الهدوم توصل ل 20 يغير المتغير ده قيمته من تغير قيمته من الفولس لمين، لترو، ونقول له بريك علشان يطلع خالص وما عادش يكمل تاني. طب تعال نشوف كده، نعمل رن. تعالى، اه اهو، هنلاقي ضغط الخسارة رقم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة لغاية كام، 20. 20 ده أصلا أنا معرفش، أنا هتخيل بس إن البرنامج، أو أنا هتخيل بس إن هو إن الحاجة دي الهدوم دي بتتغسل عند 20، ولكن أنا ما معرفش أصلا هي هتتعمل لغاية كام، أو معرفش هي هتنضف لغاية كام. جميل. جميل. طيب، هل أنا دلوقتي كلمة بريك دي مهمة بالنسبة لي، هتأثر لو شلتها؟ تعال نشوف كده. هنلاقي إن كلمة بريك دي ما إيه، ما أثرتش، وصل لغاية ال20 برضه وقام طالع. ليه؟ ليه أنا حبيت أربط لك كلمة بريك علشان أعرفك، أذكرك بكلمة بريك، وفي نفس الوقت نشوف هل لها تأثير ولا لا. أنا دلوقتي قلت له إن الإنت عندنا اللهم صل على النبي، الكلين بفولس. يعني إيه الكلين بفولس؟ يعني الهدوم مش نظيفة. تمام. طيب أنا محتاج إن الغسالة تفضل تلف لغاية لما الهدوم دي تنضف. طب كام لفة يا عم؟ معرفش. طيب، علشان كده استخدمت الهواي. ليه؟ لان انا مش معلوم بالنسبه لي عدد اللفات كام. طيب، انا عارف ان الهوايل هتاخد هنا ترو او فولس. لو ترو، لو الشرط اللي هنا ترو هيخش ينفذ الكود اللي هنا. طب لو فولس هيطلع. طب كويس، انا اديت له هنا الايه، قلت له كلين اللي هي كلين بفولس. طب ما انت بتقول له كلين بفولس يبقى هو عمره ما هيخش هنا. لا خلي بالك انا حاطط علامه تعجب قبلها. يعني إيه علامه تعجب؟ يعني عكس القيمه. القيمه بكام؟ فولس، اه خليها بترو. جميل. طيب، فهو ومعايا طبعا انا مجهز الكاونتر معايا اللي بيعد وعامل له انكريمنت، دي حاجه مش هنتكلم فيها تاني، لان ده اساسيه معايا في كل لون. طيب، هو جه اول مره دخل لقى ان المتغير اللي هنا ده او الشرط اللي هنا بترو. تمام. فدخل طبع او نفذ البادي وعمل تشيك.
هل الكاونتر ايكوال 20؟ لو هو ب 20 خلي الكليم بترو، لو مش ب 20 خلاص مش هيخش هنا اصلا، وهيكمل ايه، هيزود ده بواحد، هيزود ده بواحد، هيزود الكاونتر معايا بواحد. طيب اصبح الكاونتر كام؟ 2. جميل. طيب الهوايل هنا ترو ولا فولس؟ هنا ما زال ترو، هيخش ينفذ وهيتشيك هل الكاونتر ايكوال 20؟ لا والله ده هو لسه باتنين، يبقى مش هيشوف ده او مش هينفذ ده بمعنى اصح، هيخش يزود من هنا لغايه اما اوصل مثلا ل 19، ان الكاونتر فضل يعد لغايه 19. هيجي هواي هنا الشرط بترو، جميل، لان هو لسه ما زال بفولس. طيب هيخش ينفذ هنا، هيلاقي ان الكاونتر بكام؟ لسه ب 19، هيتشيك يا كاونتر هو انت وصلت ل 20؟ يقول لك لا، يبقى هنا مش هيتنفذ، فبالتالي هروح ازود لغايه اما ده يوصل لكام؟ ل 20. فده لما اوصل ل 20، وصل ده ل 20 الوقت، جميل. طيب فاحنا بصينا هنا لقينا هنا برضو ما زال ترو، فرحت نفذت الايه البادي ده. طيب يا كاونتر هل انت قيمتك الوقت اصبحت 20؟ يقول لك ايوه انا قيمتي ب 20، خلاص خش هنا نفذ. طب هيخش هنا ينفذ يلاقي ان الكلين اصبحت، هيلاقي ان الهدوم نضفت، ان الهدوم نضفت، فبقى اصبح الكلين عندي بايه؟ بترو. تمام. وخلص وراح ينفذ الايه، نفذ الكاونتر زوده بواحد. جميل. طيب خلي بالك انا عندي اصبح الوقت الكلين ده من اتحول من فولس بقى ترو، فبالتالي لما راح للهواي الكلين عندي بايه؟ بترو. طب عكسها فولس، يبقى خلاص ما عادش ليا ايه، ما عادش ليا في الليله دي، وهطلع بره الكود، هطلع بره اللوب، يعني هطلع بره ده مش هنفذه تاني. ولذلك كانت البريك بوجودها ما كانش له اهميه. ليه؟ لان هو اصلا هيطلع بره مين؟ بره اللوب، يعني ولا عاد مزود ولا عاد متشيك ولا عاد طابع ولا عاد عامل اي حاجه تاني. جميل. يبقى تاني انا عايزك توصل لمرحله ان انت اول ما يجي في ذهنك حاجه اسمها انا عايز اكرر او عايز اعمل الحاجه دي كذا مره، يبقى يجي في دماغك حاجه اسمها اللوب. طيب انا دلوقتي خدت 2 لوب، انا هستخدم انهي واحده فيها وما تحيرنيش عشان انا عايز الحاجه ابقى عارف انا هستخدم ايه. اقول لك بكل بساطه يا سيدي، انت لو شخص عارف عدد مرات التكرار بتاعك، يعني عارف ان انت عايز تلف 10، عايز ان انت عايز تلف 20، عارف ان انت عايز تلف 50، فالفول لوب هي الحل الامثل ليك. طب لو حضرتك مش عارف انت هتلف غاية كام او هتلف عدد مرات تكرار كام، هقول لك ان الهوايل هي الانسب ليك. واحنا شفنا الفور بتتنفذ ازاي، او بنهندل الفور ازاي، وشفنا دلوقتي بنهندل الهوايل ازاي. تمام. يبقى احنا كده خدنا نوعين من مين؟ من اللوب. فإلنا نوع ألا وهو الدو هوايل. الدو هوايل إن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عليها بالتفصيل. استناكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.